السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوني في قناه يوميات انا واخواتي ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بقى بينا نعمل الوصفه السهله السريعه دي في البيت، البيتوفور السريع ده. جبت كوبايه كوبايه الا ربع من السكر مع كوبايه من السمنه مع بيضايه، وضربتهم بالمضرب بالكهرباء زي ما انتوا شايفين كده. اقعد اضرب فيهم لحد ما السكر والسمنه والبيضة يختلطوا مع بعض كويس جدا ويبقوا منفوخين كده لفوق زي ما انتوا شايفين. شغالة بالمضرب بالكهرباء، بنزل بالمعلقة بتاعتي كده حوالين داير، والمضرب شغال زي ما هو معايا عشان ما يقعدش يطرطش برضو حواليا. بعد كده هتحط كيس من الفانيليا. الفانيليا بتدي ريحة كويسة جدا، بتخليش ريحة زفارة البيضة تبان معاكي، هي من بيضة واحدة كده. اهو خلص معايا، خفضوا مع بعض كده كويس جدا. هجيب مجين من الدقيق، اهو على حسب البيتيفور ده بيتحط على حسب ما العجينة الخلطة اللي انت عاملاها تاخد منك. مع حطيت كده معلقة البيكنج باودر زي ما انتوا شايفين، وهننخل الدقيق كويس جدا. هنجيب الكوباية التانية نحطها. اهم حاجة ما تهزيش في المج وان انت عايزة تدكيه وتمليه، لا، البيتيفور ده بياخد معاكي على حسب الرغبة. الطريقة دي جايباها من اصحاب الفرن اللي بيعملوا البيتيفور الجاهز في الفرن بالظبط. هنحط اهو مج الدقيق ده على حسب الرغبة، برضو على حسب العجينة. انا عاملة حسابي ومزودة، يبقى انا حطيت 3 مجات من الدقيق، او انت ممكن تحطي مجين. 3 مجات دول معيارهم 400 جرام من الدقيق، مع رشة الملح. هنقلبهم كويس بالمعلقة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. تقعدي تقلبي كويس، تعجني العجينة تحس ان ملمسها ناعم وطري معاكي كده. والعجينة خلصت، تبتدي تشكلي بقى الاشكال اللي انت عايزاها. العجينة بتتعجن اهي، يعني بسم الله ما شاء الله. مش هتحتاج معانا اي حاجة، ولا ان احنا كترنا في دي ولا حاجة. انت بتبقي عاملة حسابك العجينة هتاخد منك الدقيق، الخلطة اللي قدامك دي هياخد منك دقيق قد ايه. مثلا انا حطيت على بعضه لان انا مزودة، انت ممكن انت ايه ما تكونيش مزودة زي وعاملة حسابك، فانت هتضطري ايه ان انت هتبقي محتاجة خلطة تاني. لا، انت بتبقي عاملة حسابك انت هتعملي قد ايه. هبتدي اعجنها بايدي كده عشان احس بملمس العجينة. والعجينة بصي لو انت هتعمليها في المكنة تخليها ايه ناشفة، يعني مش ناشفة اللي انا اقولك ناشفة، لا، عجينة المكنة بتبقى مظبوطة. انما لما هتحطيها في قرطاس حلواني زي ما انا هحطها كده على الاسباتيولا اللي انتوا شايفينها دي، او القمع، معلش انا اسفة، القمع اللي انتوا شفتوه ده. وجبت كيس حلواني، وهبتدي احط العجينة تخلي العجينة بتاعته طرية. هبتدي اقصها بالمقص كده واظبط القمع بتاعي والشكل بتاعه جبته. عايزة تحطي شكل بقى واسع براحتك، عايزة تحطي شكل ضيق ده برضو ده يرجع لراحتك. وكيس الحلواني قدامك اهو، وتبتدي بقى تشكلي زي ما انت عايزة. يعني انا هبتدي اعمل الشكل الوردة ده كده، واضغط عليها كويس. اهم حاجة تضغطي كويس. هحطها بقى في القرطاس البلاستيك ده عشان يستحمل الضغط بتاع ايدي. شايفة تضغطي كويس كده جدا، بس مش ان انت تضغطي بعافيتك تقطعي القرطاس، عشان ده مبيبقاش مستحمل. القماش احسن منه برضو بيستحمل شوية، بس الموجود عندك، مش ان احنا او انت تتحكمي ان انت تجيبي حاجة مش متوفرة عندك. لا، احنا بننجز الصعب.
زي ما انت شايفة كده. تشكلي الشكل اللي انت عايزاه. شايفين منظره عامل ازاي اصلا؟ شايفين منظر العجينة؟ زي ما انت شايفة شكله كده، العجينة بتنزل سلسة وحلوة معايا، مش تعباني في حاجة خالص، والشكل بينزل حلو زي ما انتوا شايفينه كده. اللهم صل على النبي عليه، بجد بجد يعني حاجة حلوة وطعم احلى. وان انت تعمليه في بيتك وتبقي ضامنة انت اللي عاملاه وشايفة انت حاطة ازاي ومقاديرك، دي حاجة تانية بقى. انت تشكلي كده على كيفك وتبقي انت عامله، بدل ما تشتري الجاهز ده، ما انت اصلا ما انتش عارفه مصدره، بيبقى حاطين له سمنه ايه معمول ازاي. انا والله جبت الوصفه من اصحاب الفرن نفسهم اللي بيعملوا البيتي فور. النغزه دي كده بعملها عشان احط الشكل يعني ال... مثلا هتحطي مربى، هتحطي نوتيلا، الشكل اللي على الوش هتحطي. في ناس بيجيبوا الشوكولاتة كده خام يحطوها عليه، اي حاجة تشجع الاولاد. زي ما انت شفتيني كده حطيته في الفرن على درجة حرارة 200. تاخدي بالك شايفين منظر البيتوفور عامل ازاي؟ بجد بجد المنظر يشهي. والطعم انت ممكن تاكليه سادة كده، او ممكن تلزقيه مجوز، ممكن تضم الاتنين مجوز كده بالمربى وتلزقيه وتشكليه برضو الشكل اللي انت عايزاه. بس انا بقى احنا في موسم اليومين دول موسم الفراولة، والفراولة متوفرة، تقدري ان انت تعملي مربى الفراولة في البيت وتشكليها. انا عندي مربى فراولة عاملاها في البيت وزينتها بيه زي ما انت شايفة كده. هبتدي ازين كل اللي انا عملته. شايفين كمية اللي يعني مطلع كمية رهيبة. البيتيفور ده بينقد يعني، بيعمل كمية كبيرة. يعني الله اكبر عليه، يعني بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. شايفين مربى معايا مخليه طعمه اصلا تحفة. مربى الفراولة دي طعمها تحفة. وان انت تعمليها في بيتك برضو دي حاجة تانية. انت كل حاجة دلوقتي احنا مش محتاجين، الامراض كترت، مش محتاجين. المفروض ان احنا نعمل كل حاجة دلوقتي بايدينا، والحاجة دلوقتي بقت غالية ومكلفة. انتي تقدري ان انتي تعملها في البيت وما تشتريهاش ان هي تبقى غالية ومكلفة. شايفين المنظر كده؟ هشكل قدامكم كل اللي انا عملته زي ما انتوا شايفين. شايفين طلع كمية قد ايه؟ من 400 جرام من الدقيق طلع كمية رهيبة من البيتيفور. شايفين منظر الكمية والا الطعم؟ بجد بجد طعمه حكاية. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك. سلام عليكم.